السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بهارات ستات هتقدم لكم حاجة جميلة، فطاير محشية بالكفتة. بصراحة بطريقة جميلة قوي، هتعملوها وهتعجبكم وإن شاء الله تنال رضاكم. زي ما انتم شايفين، حاجة بسيطة وفي منتهى الجمال، هتعجب ولادك وأسرتك وضيوفك إن شاء الله. نشوف بقى الطريقة. بس قبل ما اعمل الطريقة عندي منكم طلب، اللايك للفيديو واشتراك وتفعيل الجرس عشان ان شاء الله يوصل لكم كل جديد بأمر الله. زي ما انتم شايفين انا هنا حطيت معلقة كبيرة من الخميرة، ومعايا نص كيلو من الدقيق، وحطيت على الاول خالص الخميرة مع السكر وبعدين المية الدافية، وبعدين حطيت كمان نص كوباية من اللبن، وبعدين حطيت نص كيلو من الدقيق مع معلقة من الملح، وبعدين فانا بعجن بقى زي ما انتم شايفين انا كان معايا كوباية من المية ونص كوباية من اللبن، وبلم بقى كده الدقيق. طبعا اللبن دافي والمية دافية. عجنت كويس لحد ما بلاقي كل العجين اللي في ايدي اختفى وايدي بقت نضيفة كده، واتلمت العجينة زي ما انتم شايفين حلوة ازاي. بغطيها واسيبها طبعا عشان الجو اليومين دول ساقعة، لمدة ساعة كده ولا ساعتين هتخمر. زي ما انتم شايفين خمرت وبقت عالية كده. طبعا الكفتة انا محضراها زي ما انتم عارفين، الكفتة بنعملها عادي بالبصل المبشور واللحمة المفرومة والبهارات بتاعتك، ملح وفلفل اسود وبهارات اللحمة. الكفتة جاهزة ومعاملاها زي ما انتم شايفين كده، مدورها قراص ومحضراها. والعجين كورته كور زي ما انتم شايفين كده. طبعا عجينة مرتاحة وحلوة. ومعايا كمان طبق فيه زبدة سايحة بفرد بيها. الزبدة هنا علشان نفرد بيها وبس. افردي براحتك، ما فيش اي مشكلة، تتقطع او متتقطعش مفيش اي حاجة، عادي، لان احنا طريقة اللف هي اللي زي ما انتم شايفين كده، اللي هنلف بقى كده بسيطة جدا، مش اي حاجة، بتعمل شكل وردة كده في منتهى الجمال زي ما انتم شايفين كده. ببتدي احط شوية زبدة وتفردي كده زي ما انت عايزة، زي ما شايفة كده الشكل كده. مش شرط نفردها قوي يعني. اتمنى يعني اللي ما عملش اشتراك يدوس على سبسكرايب ولايك للفيديو يا جماعة، عشان يعني الفيديو يوصل ان شاء الله للناس كلها. ما تبخلوش عليا باللايك. زي ما انتم شايفين منظر الوردات في الصينية جميل ازاي. لما تستوي هتبقى مورقة وفي منتهى الجمال، عاملة زي الفطير المشلتت كده، بس ايه، مقرمشة شوية، وطعمها في منتهى الجمال. يبقى احنا عملنا حاجة فكرة زي فكرة العجين بتاع الحواوشي، بس ايه بطريقة جميلة وجديدة. زي ما انت شايفة القرصة بتوصل للشكل ده كده، وبمسكها كده من فوق والف كده وابرم كده، والحتة اللي دي تنزليها لتحت. الحتة الحرف ده بننزله لتحت علشان تنزليه لتحت كده، علشان لما تيجي هتخمر كمان شوية كمان في الفرن. لما تدخل الفرن هتخمر شوية، وهتدخل على درجة حرارة عالية. هندخلها ان شاء الله في الفرن على حرارة عالية. هتاخد حوالي نص ساعة. هبتدي ارص الكفتة بتاعتي كده على الوش. بس هندهن الفطاير بتاعتنا بالبيض الاول.
انا عندي هنا كده بضايه عليها معلقه خل، وببتدي افرد البيض. زي ما انتم شايفين انا بدهن بالبيض. هدهن الفطاير كلها وهدخلها الفرن بدرجة حرارة 220 زي ما بنعمل البيتزا وزي ما بنعمل المخبوزات. وده منظرها بصراحة روعة روعة، وهتعجبكم جدا جدا. ريحة الكفتة مع الفطير طالع في منتهى الجمال. هرصها دلوقتي على شوية بقدونس كده في الطبق. وجبة خفيفة وجديدة وجميلة، عايزة تقدميها في العشاء، عايزة تقدميها لضيوفك، يعني بصراحة جميلة جدا. اتمنى ان انا اكون يعني فيديوهاتي بتفيدكم وتنال رضاكم، وما تبخلوش عليا باللايك يا جماعة علشان الفيديو يرتفع ويظهر على اليوتيوب، وسبسكرايب علشان يوصل لكم ان شاء الله الاشعارات لكل فيديو بعمله وبقدمه جديد. وان شاء الله الفكرة اللي جاية هعمل فكرة في منتهى الجمال هتنال رضاكم بإذن الله. اتمنى تتابعوني وتشوفوا